هعمل معاكم النهارده طاسه كفته مش هتاكلوا في حلاوتها. معموله بقى كده بصوص طعمه رهيب مع شويه خضار دايبين جوه الصوص. بجد مش متخيلين الطعم عامل ازاي. فاعملوا سيف بقى للفيديو عشان اكيد هتحتاجوه الفتره الجايه. معانا بقى نص كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه دهون، بصلايه مبشوره ومتصفيه من الميه، وشويه بقدونس وملح وبابريكا وفلفل اسمر وسبع بهارات. ونعجن بقى الكلام ده كله لمده كده ما تقلش عن 3 دقايق، وبعدين نشيلها في التلاجة لمده نص ساعه تطلع بقى ونصبعها صوابع صغيره زي ما انا عاملاها كده. طاسه بقى نحط فيها شويه زيت وننزل بالكفته دي نشوحها كويس كده على الناحيتين، يعني كل ناحيه حوالي دقيقتين لحد ما تنزل الدهون اللي فيها وتاخد لون زي ما موجود في الفيديو كده. عايزين الكفته تكون استوت تقريبا بنسبه 90%. انا غسلت الطاسه عشان الكفته كانت منزله دهون زياده، بس انتوا ممكن تكملوا عادي بنفس الطاسه من غير ما تغسلوها. ضفت بقى شويه بصل متقطع جوليان وشوحته كده لحد ما تقريبا يعني يا دوبك يصفر شويه. ضفت بقى مع البصل شويه مكعبات كده فلفل احمر واخضر وشوحته معاه شويه، ومعلقه صلصه، ونشوحها دقيقه كده مع كل الكلام ده. وفي الاخر بقى كده نزود طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره ونضيف عليها شويه ميه، وبعدين نزودها ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات. في الاخر بقى خالص هنضيف 3 معالق كبار دبس رمان، دول بقى اساس الصوص بتاعنا اللي هيوديه طعمه زي ما بيقولوا في حته تانية. غطوا بقى الكلام ده كله وسيبوه كده يغلي مع بعض لحد ما الخضار يدبل على الاخر. هنضيف بقى الكفته اللي احنا شوحناها ونقلبها كده في الصوص، وممكن نزودها شويه ميه. نسيبها بقى كده مع الصوص لمده دقيقتين تتشرب منه، وبالهنا والشفا.